قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا كانت لك حاجة إلى الله وضقت بها ذرعا. يعني شنو؟ يعني يأست، قلت ما لها حل، حاول تسنين مي راضية الحل. الإمام يعلم: فصلي ركعتين مثل صلاة الصبح من غير أذكار خاصة، يعني أي شيء تقرأ فيها مثل صلاة الصبح. فإذا سلمت كبر الله 3، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وسبح تسبيح فاطمة عليه السلام، ثم اسجد وقل 100 مرة يا مولاتي فاطمة أغيثيني، 100 مرة وانت ساجد. ثم ضع خدك الأيمن على الأرض، يعني شيل راسك من على التربة، حط خدك على التربة، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقل مثل ذلك، يعني 100 مرة يا مولاتي فاطمة أغيثيني. ثم عد إلى السجود وقل ذلك 100 مرة و10 مرات. صار العدد كامل كم؟ 310 مرة على الجبين، مرة تحط خدك الأيمن، مرة ترجع جبينك. ثم عد، الإمام يقول: ثم عد إلى السجود وقل ذلك 100 مرة و10 مرات، واذكر حاجتك فإن الله يقضيها.